كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، فهذه الجولة الحصرية من ملعب البريد بالعاصمة الرباط. الأشغال كتواصل بوتيرة مرتفعة، والملعب كيشق طريقه بثبات نحو المراحل الأخيرة من ورشة تأهيل الكبير اللي كيعرفوا منذ شهور. من الوهلة الأولى، أول حاجة كتجبد الانتباه هي الإضاءة القوية والعصلية اللي تم تركيبها على طول أرجاء الملعب. إضاءة من الطراز العالي كتوفر جودة كبيرة سواء للمباريات الليلية أو للتداريب، وهذه النقطة كتعكس حجم العناية اللي كيعطيها المشرفون على الورش لأدق التفاصيل التقنية. هيكل السقف بدوره ولا في أبهى حلة بعد ما تم تغليفه بشكل كامل بمواد حديثة مقاومة للعوامل المناخية، واللي كتعطيه مظهر جمالي راقي، خصوصاً مع التصميم الهندسي اللي كيمزج بين الحداثة والعملية. الأشغال في هذا الجانب وصلت مراحلها الأخيرة، وكل المؤشرات كتأكد أن الأمور غادية في الاتجاه الصحيح باش الملعب يكون جاهز في الأقرب الآجال لاستقبال المباريات الرسمية. دابا ندخلوا معاكم القلب الملعب. المشهد من الداخل فعلا كيبان مبهر، كل شيء تقريبا واجد. المدرجات تغطات بالكامل بالكراسي الجديدة اللي كتعطي لمسة أنيقة بألوان متناسقة كتعكس روح المكان وتعزز الرؤية الجمالية للمشجعين. الشاشات العملاقة تم تركيبها وتجربتها بنجاح في تجربة أولية، والنتائج كانت ممتازة سواء من حيث وضوح الصورة أو جودة العرض. وهذه الشاشات غادي تلعب دور مهم في إثراء تجربة الجماهير داخل الملعب. الأشغال كتستمر في جو من الحماس والجدية، والعمال كيدخلوا فعلا ربع النهائي من مراحل الأشغال، والكل كيسابق الزمن باش المشروع يسالي في الموعد المحدد. الهيكل الخارجي بدوره عرف تقدما كبيرا، وعمليات التغليف كتتم بدقة عالية سواء في التفاصيل الصغيرة أو في الجوانب التقنية المرتبطة بالعزل والتثبيت. أما أرضية الملعب فهي اليوم من بين أكثر الأمور اللي كتفرح العين، بعد ما ولت جاهزة بالعشب الطبيعي اللي تم تهجينه بعناية باش يعطينا أرضية ذات جودة عالية. هذا العشب كيتعرض يومياً للعناية بالأشعة الاصطناعية للحفاظ على اللون والحيوية، وهذه التقنية الحديثة قد ضمن أن الأرضية تبقى في حالة ممتازة طوال الموسم الرياضي مهما كانت الظروف المناخية. المنصة الشرفية حتى هي دخلت مراحلها النهائية، وكما كتشوفوا معانا تم تجهيزها بشكل راقي يليق بمكانة الملعب ومكانة العاصمة الرباط. الكراسي الفاخرة الخاصة بكبار الشخصيات تم تركيبها بعناية، والتصميم الداخلي ديال المنصة كيعكس مستوى من الفخامة والتنظيم الحديث. إلى جانبها تم الانتهاء من تهيئة المنطقة المخصصة للصحافة والإعلاميين باش تكون الظروف مثالية للتغطيات المباشرة والمؤتمرات الصحفية لكي تنظموا قبل وبعد المباريات. وماشي غير المنصة الشرفية اللي تبدلت، بل حتى باقي مدرجات الملعب تم تجهيزها بالكامل بالكراسي جديدة، والمكبرات الصوتية تم توزيعها بشكل مدروس على كامل أرجاء الملعب باش الصوت يوصل بوضوح لكل الجماهير بدون تشويش، مما كيعطي إحساس بالحيوية والطاقة أثناء المباريات. العمل في هذا الورش الكبير كيجري في انسجام تام بين مختلف الفرق التقنية والهندسية، وكل واحد بيقوم بالدور دياله بدقة واحترافية. واللي كيبان بوضوح هو أن روح الفريق والعزيمة القوية حاضرين بقوة، لأن الهدف واحد، وهو إخراج ملعب البريد في حلة جديدة تواكب المعايير الدولية وتكون مفخرة للعاصمة الرباط ولا المغرب ككل. إلى حدود الساعة كل المؤشرات كتأكد أن المشروع قريب يكمل، وغادي يكون واحد من أجمل الملاعب اللي عرفتها البلاد، سواء من حيث التصميم، البنية التحتية أو جودة المرافق. وهكذا كيبقى ملعب البريد نموذج من نماذج النهضة الرياضية والعمرانية اللي كتعيشها المملكة في هذه السنوات الأخيرة، واللي كتعكس الرؤية الواضحة لتطوير البنيات الرياضية باش تكون في المستوى المطلوب لاستقبال مختلف التظاهرات الوطنية والدولية. كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. إلى عجبك المحتوى ما تنساش تشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصل لك كل جديد. وشكرا، نتلقى في فيديو جديد.